تخرج تاكل فين انت واصحابك في اجمل حديقه في اسكندريه ب 20 جنيه اجمل اكله فسيخ ورنجه، تقدروا تاخدوها معاكم. الحديقه الرايقه دي المكان ده سر، تعالى اقول لكم المكان ده فين بالظبط. هي حديقه انطونيادس، وعايز اقول لكم ان الحته دي سر مش اي حد يعرفه. اول ما تدخل هتلاقي الشكل كده وهتتصور في اي مكان انت ممكن تتخيله. بعد كده هتدخل للمكان ده بشويه، والتيكت كان عامل 20 جنيه. دي ما فيهاش اي حد خالص، وتقدروا تفرشوا اي اكل انتوا ممكن تتخيلوه. اكله فسيخ ورنجه مع اصحابكم اللي انتوا بتحبوه. عايز اقول لكم انكم هتقعدوا لحد بالليل كمان، لانها بتسهر مفيش احرص من كده. كمان تقدروا تجيبوا اي اكل غير الرنجه والفسيخ في الحديقه دي، وكمان تقدروا تسهروا فيها عادي جدا. طبعا على فسخان الرمل بتاع الرنجه والفسيخ، عايز اقول لكم من انضف الناس اللي في اسكندريه اللي تاكلوا عندها فسيخ مع شويه الخضار والطحينه اللي لازم يبقى مع الرنجه والفسيخ. طبعا على طول على حديقه انطونيادس، ودي اللي كان التيكت بتاعها 20 جنيه. زي ما انتم شايفين المنظر بتاعها بعد التجديد بقى عامل ازاي. اعملوا منشن لاصحابكم بسرعه، لازم تروحوا خروجه زي دي لانها تستاهل الصراحه. تخرج تاكل فين انت واصحابك في اجمل حديقه في اسكندريه ب 20 جنيه اجمل اكله فسيخ ورنجه، تقدروا تاخدوها معاكم. الحديقه الرايقه دي المكان ده سر، تعالى اقول لكم المكان ده فين بالظبط. هي حديقه انطونيادس، وعايز اقول لكم ان الحته دي سر مش اي حد يعرفه. اول ما تدخل هتلاقي الشكل كده وهتتصور في اي مكان انت ممكن تتخيله. بعد كده هتدخل للمكان ده بشويه، والتيكت كان عامل 20 جنيه. دي ما فيهاش اي حد خالص، وتقدروا تفرشوا اي اكل انتوا ممكن تتخيلوه. اكله فسيخ ورنجه مع اصحابكم اللي انتوا بتحبوه. عايز اقول لكم انكم هتقعدوا لحد بالليل كمان، لانها بتسهر احرص من كده. كمان تقدروا تجيبوا اي اكل غير الرنجه والفسيخ في الحديقه دي، وكمان تقدروا تسهروا فيها عادي جدا. طبعا على فسخان الرمل بتاع الرنجه والفسيخ، عايز اقول لكم من انضف الناس اللي في اسكندريه اللي تاكلوا عندها فسيخ مع شويه الخضار والطحينه اللي لازم يبقى مع الرنجه والفسيخ. طبعا على طول على حديقه انطونيادس، ودي اللي كان التيكت بتاعها 20 جنيه. زي ما انتم شايفين المنظر بتاعها بعد التجديد بقى عامل ازاي. اعملوا منشن لاصحابكم بسرعه، لازم تروحوا خروجه زي دي لانها تستاهل الصراحه.